طبعا النهارده المفروض اننا نيجي زي ما متعودين نحلل ونتكلم عن ماتش الزمالك وسيراميكا، ولكن احنا زينا زي اغلب الجمهور مش موافق على اللعب ولا على تراجع مجلس الاداره. بس خلينا نمسك الموضوع من الاول. ماتش المصري فضيحه تحكيميه، كره عدت الخط ما اتحسبتش، وضربه جزاء المفروض تتعاد ما اتعادتش، عشان ينزل بعديها الزمالك بيان يحدد فيه 4 مطالب. الاول ايقاف الغندور حكم الساحه، والبنا حكم الفار في ماتش المصري. 2 ان الزمالك مش هيشارك اي مباراه في الدور الثاني الا بعد لعب الفرق الثانيه الماتشات المؤجله من الدور الاول. 3 اعاده ترتيب الجدول حسب ترتيبه الاصلي في القرعه. 4 ان ماتش فاركو هو اخر ماتش هيتلعب، ومن بعديها مش هنلعب لحد ما يتحقق كل اللي طلبناه. طيب واحده واحده كده بقى معايا مطلب. اول واحد ايقاف الحكمين، هل اتوقفوا؟ طبعا لا يا راجل، دول حكموا ماتشين الجوله قبل الاخيره من دوره الترقي. يبقى مش بس الطلب ما تنفذش، لا ده بيطلعوا لك لسانهم كمان. تاني مطلب مش هنلعب لحد ما كل المنافسين يلعبوا الدور الاول، هل ده اتحقق؟ والله على حد علمي ان الاهلي لسه ما قابلش بيراميدز لحد دلوقتي، ولسه بيقابل فرق الهبوط اللي الترزي حاططهم له ورا بعض عشان يجمع نقط. وادي كمان تاني مطلب بلح اهو. تالت مطلب اعادة تنظيم وترتيب الجدول، هل ده حصل؟ برضه لا، الجدول زي ما هو، كل اللي عملوه انهم نزلوه كامل ولكن بنفس الترتيب وكل حاجة. يبقى المطلب التالت برضه ما اتحققش. رابع مطلب فاركو المباراة الأخيرة لحد ما طلباتنا تتحقق. لحظة الحقيقة، هل الطلبات اتنفذت؟ أكيد لأ. يبقى ماتش سيراميكا اللي اتلعب النهاردة ده اتلعب ليه؟ وعلى أي أساس؟ وفي مقابل إيه أصلا؟ طلبات طلبتها ما اتنفذتش، يبقى نرجع نلعب إزاي؟ كده كل اللي عملناه إننا ريحنا الأهلي وادينا له 3 نقط ببلاش يساعدوه في منافسة بيراميدز. يبقى كلمني الأول، لما أنت مش قد اللعبة دخلتها وفتحت صدرك ليه من الأول؟ وكمان بجملة البجاحة منزلين بيان يقولوا فيه إن مطالبنا اتحققت وعجلة التغيير لا مؤاخذة دارت، وإن بسبب وقفتنا الحاسمة المسابقة هتروح للأفضل. والمتحدث طالع يقول راضيين بنسبة 80% عن القرارات. هي فين القرارات دي أصلا؟ لا حكام اتوقفوا ولا الترزي مشي ولا الجدول اتعدل. يا عم وانت فاكرنا مين؟ لا يا اخويا، الكلام ده هناك مش هنا. هنا مفيش قطيع هتقول له يمين يقول لك امين وترجع تقول له شمال يقول لك تمام. لا، ده جمهور الزمالك، يعني كل واحد فيهم له وجهة نظره. هنا الزمالك يعني مفيش لجان جيم تسوق لك السوشيال ميديا وتوجه الصفحات والناس، واللي خدعكم وقال لكم ان الكلام ده هيمشي معانا لبسكم. لا وكمان تعالى لي هنا، ايه لجماهير نادينا الواعيه دي؟ يعني ايه؟ خلاص بتقسمونا ولا ايه؟ الواعي هو بس اللي على هواكوا وغيره ما يبقاش لا واعي ولا بيفهم؟ وناهيين البيان بسماسرة المبادئ. لا يا راجل، هنجري بقى احنا ناخدها ونعمل بوم طخ وليبو الله يا لبيب، صح؟ مش بقول لكم اللي فهمكم مننا كده لبسكم؟ دي كانت وجهة نظر اغلب جمهور الزمالك. طب الجزء اللي فاضل شايف الدنيا ازاي؟ اقول لك انا شايفها ازاي. شايف ان المجلس عمل اخر حاجة ممكن تتعمل، اعترض ملعبش ماتش الاهلي ووصل صوته، لكن بعد كده مش هيقدر لان اللعبة اكبر من كده. وزي ما انت عارف ان هنا الكورة مش للكورة، وان اكيد حصل ضغط عليهم من فوق سواء برعاية وفلوس او رخصة افريقيا او النزول للدرجة الرابعة او حتى حل المجلس. طب هتصدقني لو قلت لك ان كل ده مش مبرر ولا حقيقي اصلا؟ الرعاية والفلوس هم اللي خسرانين بعدم لعبك مش العكس. وشوف ماتش القمة ده لوحده بكام. رخصة افريقيا هتاخدها لان موقفنا فيها سليم 100%، لان وقف القيد كان في ابريل مش مارس. هينزلونا درجة رابعة، والله العظيم ما في ذكر في البلد دي يقدر يعملها تاني. البلد دي من فوق لتحت محدش يقدر يهبط الزمالك. لكن همشي معاك وفرضا ان ده حصل، وان كان ده بعد المستحيل بمستحيل، ولكن نفترض انه حصل. جمهور الزمالك
قال لك احنا موافقين، درجة رابعة درجة رابعة، المهم نثبت على موقفنا. فدي كمان مش حجة. طب هيحلوا المجلس، وإن كنت شايف إن ده صعب جدا برضه لسببين، وهما إن الوزارة هي اللي عملت الانتخابات، وإن المجلس ما كملش سنة أصلا، فملحقش يرتكب المخالفات المالية اللي هم هيقولوا عليها عشان يحلوه. فاهمين طبعا اللعبة ها؟ ويا عم برضه افرض إنه حصل، امشي وأنت راجل، امشي وأنت رافع راسك، امشي وأنت معريهم كلهم، امشي وقول كنا عاوزين نجيب حق الزمالك عشان كده مشونا. امشي وأنت بطل في عيون الناس أحسن ما تقعد وأنت خاين في عيونهم. نقطة كمان، لأن في ناس متبنياها خصوصا بعد المتحدث ما طلع ولمح ليها، وهي إن القرارات دي يا جماعة هيبان أثرها قدام مش دلوقتي، وبمعنى أصح هتبان يعني الموسم الجاي. يوسفني أقول لك إن علم الغيب عند ربنا، وإننا كبشر عموما تركيزنا وانفعالاتنا وغضبنا وسعادتنا وحزننا بيبقى للحظة اللي الواحد موجود فيها دلوقتي. فما تطلبش من الناس إنها تدعمك وتصبر عليك عشان حاجة يا عالم هتحصل ولا لأ. وأنا برضه يوسفني أقولك إنها مش هتحصل، ومفيش جديد هيتغير، والمنظومة هتفضل زي ما هي، وهدفها هيفضل خدمة الحمر، وإن كل اللي حصل إنكم خلاص اتعرفت ديتكم. خلاص انتقدنا وقلنا رأينا، والمجلس عرف إن الجمهور ليه وش تاني مش من مصلحتهم إنهم يشوفوه تاني. لكن كل ده لا يعني إننا عايزينهم يمشوا ولا إننا فقدنا فيهم الأمل، أكيد لأ. الناس لسه سنة أولى إدارة وبيتعلموا، وهيغلطوا تاني على فكرة، ولسه هيتعلموا. دورنا كجمهور إننا دايما نكون البوصلة، لما ياخدوا قرار صح ندعمهم، ولما يغلطوا نقف لهم زي الموقف اللي احنا فيه ده دلوقتي. وخلي دايما في دماغك إن مفيش حد كل اللي بيعمله هيكون صح أو كل اللي بيعمله هيكون غلط. وما تنساش الناس دي برضو عملت إيجابيات شدنا بيها كلنا. فخلاص اللي حصل حصل، ونركز كلنا في اللي جاي. يعني هنعمل إيه؟ هنعمل اللي على طول بنعمله، هنعمل اللي بنحب نعمله، هنعمل اللي مقتنعين نعمله، وهي إننا دايما مع الزمالك، الزمالك وبس.